حرانه تعبانه مقريفه مش قادره تقفي في المطبخ والحر مزهقك، النهارده هنعمل اكله سريعه جدا وسهله ومش هتاخد دقيقتين في المطبخ حرفيا. اول حاجه يلا بينا نصلي على النبي واقول عملت ايه. كان معايا فلفل الوان كده، اخدت نص فلفلايه من اللي هي الاحمر ديت وقطعتها شرايح رفيعه جدا وقطعتها مكعبات بعد كده صغيره جدا جدا جدا. اهم حاجه ان الخضار كله نقطعوه مكعبات صغيره جدا. كان معايا بقى 2 قرن فلفل من الحراق، ممكن تستبدليه لو انت ما بتحبيش الحراق، بس بصراحه هو بيديله طعم حلو جدا. وبعد كده اخدت برضو الفلفل الاصفر وقطعته نفس الموضوع مكعبات صغيره جدا جدا جدا. وبعد كده بقى هجيب الطماطمايه بتاعتي وهاخد بس بتاع الجلد بتاعها بس، مش هاخد القلب علشان خاطر ما تعملش ميه كده وتنزل الميه في المكون بتاعي النهارده. وبعد كده هاكل القلب عادي، انا مش هرميه يعني. وبعد كده قطعتها مكعبات صغيره جدا برضو. واهم حاجه انك تصلوا على النبي في التعليقات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وبعد كده هجيب الطبق التقديم بتاعي وهنزل عليه بالخضار بتاعي اللي انا قطعته دوت. طبعا تقدري تحطي معاه اي حاجه بقى انت بتحبيها. انا حطيت ليمون، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت فلفل اسود، حطيت خل، وحطيت كمان معلقه من الزيت وقلبتهم كلهم مع بعض. وعلى فكره ممكن تعملي جنبها بطاطس بيوريه مهروسه، ممكن تعملي بطاطس محمره، وبصراحه تحفه. هجيب بقى المنقذ بتاعي وهي علبه تونه مفتته كده وهبتدي اقلب معاها. وكمان بقى تحمصي العيش ويا سلام بقى، اكله تحفه لذيذه سريعه كده في الحر اللي احنا فيه ده. بجد حرفيا مش قادرين نقف في المطبخ بجد. اتمنى تجربوها واشوفكم في تكه جديده وتركايه جديده مع نونا. وعايزه اقول لكم ان انا مش بصفي التونه، انا حطيتها زي ما هي كده. انا بحب احطها كده زي ما هي بصراحه. لو انتوا بتحبوا تصفوها ممكن تصفوها. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. دمتم في رعايه الله.